الله. الله 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 يا حبيب الله. الله 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 يا رسول الله. قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا. يا من تخيره الإله لخلقه شمسا ونجما ونورا وسنا. يا من على باب الجنان أول من مثله من عرش الله قد دنا. الله 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 يا رسول الله. الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعله مثلا كاملا للعاملين بمنهج الله وأسوة حسنة للمؤمنين وحجة على الخلق أجمعين. الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عظيم الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحشر، شفاعته لبداية الحساب للأمم ويبدأ حساب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة دي هنكمل. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتبدأ إنها تعدي على الصراط. الصراط ده عبارة عن أشد من حد السيف وبرفع الشعرة، بيعدي عليها المسلمين المؤمنين اللي بيكون أعماله عالية جدا، بيعدي فيها زي البرق، وفي اللي بيعدي بحصان بيجري، وفي اللي بيمشي، وفي اللي بيزحف، والأنبياء الناحية التانية كل ما واحد بيعدي بيقولوا يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم، وكل الناس برضه عمالة تقول يا رب سلم يا رب سلم، لأن كلاليب النار تحت الصراط كل واحد بيعدي على حسب نقص في أعماله، الكلاليب بتاخده وتنزله. فطبعا اللي بقى بيبدأ مثلا اللي بيزحف بقى هنا وخايف، واللي بتبقى الكلاليب بتاخده عشان خاطر مثلا صلاته مش تامة، بيصلي طبعا يكمل صلاته في النار، وبعدين يبدأ حاجات تانية. وبعدين اللي بقى برضو الزكاة، اللي نقص في الزكاة، اللي نقص في الصيام، اللي ظلم، بر الوالدين، يعني الأشياء دي كلها من الأمم اللي بيبقى كل واحد قصر في شيء، فبيبقى الكلاليب بتاخده وتنزله إلى النار. نعوذ الله سبحانه وتعالى من النار، وربنا ينجينا من النار كلنا جميعا إن شاء الله. بعد كده اللي بيخش الجنة بيخش الجنة، واللي بيخش النار بيخش النار. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الأبواب بدخوله الجنة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، هل الموضوع خلص على كده؟ لا طبعا، بيبقى هم كله طبعا على الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيروح يسجد لله سبحانه وتعالى تحت العرش، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أمتي أمتي يا ربي، أمتي أمتي. فربنا سبحانه وتعالى يضع حد للرسول صلى الله عليه وسلم، حد من الحدود اللي احنا مثلا تخطينا الحد من الحدود ده الله أعلم إيه هي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيخرج اللي تعدى حد من هذا الحدود من النار ويدخله بنفسه الجنة ويطمن عليه ويرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، وبرضه يسجد لله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه. وربنا سبحانه وتعالى يقول ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى، شفع تشفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم برضه يقول له أمتي أمتي. فربنا سبحانه وتعالى بيديله حد من الحدود تاني اللي هم تخطوا الحد دوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيروح يخرجهم من النار ويدخلهم من الجنة، وتفضل المراحل دي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال شعيرة من خير. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم برضه يكرر نفس الموضوع، فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خير. وبعدين يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم برضه سجوده لله سبحانه وتعالى وشفاعته. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من خير. طبعا بعد ما يخرج كل المسلمين من النار،
هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: رضيت يا محمد، رضيت يا محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت يا رب، رضيت يا رب. هنا تفسير الآية الكريمة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. طيب يا ترى كل المسلمين هيخشوا الجنة؟ أيوة، كل المسلمين هيخشوا الجنة إلا من حبسه القرآن، يعني يبقى خالد في النار. اللي هم مين؟ المنافقين. المنافقين واللي بيحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. طبعا أعلى مراتب الجنة هي الفردوس الأعلى، ودي مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو اللي فوق خالص. وبعد كده هيبقى المسلمين على درجاتهم، لأن الجنان درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. طبعا الأخلاق هنا هي القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فطبعا الأخلاق هنتكلم فيها في حلقات جاية بعد كده كتير، لكن طبعا هنا لما نقول إيه الأخلاق وإيه وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للأخلاق، ذكر حاجتين مهمين جدا. أول حاجة الصلاة. طبعا اللي بيحافظ على صلاته هيبقى فيها خشية من الله سبحانه وتعالى، ولما يخشى الله سبحانه وتعالى هيحاول بقدر المستطاع انه يتعامل مع الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة في خطبة الوداع الأخيرة، اللي هو: استوصوا بالنساء خيرا. وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بتعاملنا مع النساء، طبعا نتقي فتنتهم، وفي نفس الوقت ان احنا نتعامل معاهم لانهم كائن ضعيف، نتعامل معاهم بود ورحمة واحتواء وحب. طبعا لما بنتعامل مع المرأة الكائن الضعيف بالصفات دي، بنتعامل مع كل البشر برضو بالرحمة والود والاحتواء والحب. خلي بالكم هنا الإسلام كرم المرأة تكريم عظيم، اداها حقوق عظيمة. طبعا من ضمن الحاجات اللي عظيمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم بيها المرأة هو الحجاب. الحجاب ده مش حاجة جديدة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الحجاب ده من أول خالص، من زمان خالص. حتى لو احنا رجعنا كده بصينا على الأفلام اللي عملوها في الغرب عن أيام سيدنا موسى، عن أيام سيدنا عيسى، كان الحجاب للمرأة هو اللبس اللي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للمرأة من أول ما اتخلقت. يعني ما بيجيبش حاجة جديدة خالص. لو رجعنا كان للراهبات في النصارى هتلاقوا إن برضه هو الحجاب هو الشكل الزي اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله أو ارتضاه للمرأة من أول خالص، من زمان خالص. فإحنا الحجاب ده مش شيء جديد، ده تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة، سواء حمايته ليها، حماية ربنا سبحانه وتعالى بيحمي خلقه من كل الأشياء، لأن هو اللي يعلم كل الأشياء، هو اللي يعلم بعلم الغيب إيه اللي يضر الإنسان وإيه اللي ينفعه. فطبعا المرأة ربنا سبحانه وتعالى بيحميها، سواء يعني فسيولوجي، التكوين بتاعها، لأنها المرأة تكوينها بيبقى بتحمل دهون أكتر من الرجل، فأي إشعاع داخلي بتمتص الدهون دي، الإشعاع الداخلية للمرأة بزيادة عن الرجل. فطبعا هنا الإشعاع الزيادة ده بيضر المرأة ضرر شديد، إلى درجة إن ممكن يبقى في والعياذ بالله السرطانات اللي بتصيب المرأة، سواء سرطانات الثدي أو الأشياء اللي هي مكشوفة دايما للإشعاع. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بالحجاب بيحميها، غير إنه بيحميها في المجتمع. إن الإنسان السوي لما يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، اللي في قلبه مرض ما يلاقيش فرصة إنه يمارس مرضه، فيبقى كده أخدنا بإيدين اللي في قلبه مرض وأدخلناه الجنة، لأنه ما ادينالوش فرصة إنه يمارس مرضه. فطبعا كل أوامر الله سبحانه وتعالى مش يعني قيد أو تعسفي، لا، كل
أوامر الله سبحانه وتعالى هي حمايتنا من بعضينا، حماية البشر من بعضه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب هنا بيدي للمرأة كرامة عظيمة جدا، إن إحنا بنتعامل مع المرأة هنا ككيان شخصية وعقل مش مفاتن. الغرب طبعا بيعتبر المرأة سلعة، هي مفاتن فقط لا غير، وده اللي احنا بنشوفه في يعني استعراضهم للمرأة بكل الأنواع. اعتبر المرأة فاترينا كده للعرض، أو سلعة يروج بيها سلعه للناس كلها. إزاي؟ بارتباط السلعة بمفاتن المرأة وجسدها. طبعا الإسلام هنا كرم المرأة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها ملكة، جعلها شيء ثمين جدا. المرأة في الإسلام كل اللي الرجل بيعمل كل حاجة للمرأة، هو اللي بيتكفلها، هو اللي بيجيب لها الحاجات، هو اللي بيراعيها، هو يعني هي الملكة، وكل الباقي اللي حواليها هم اللي حواليها بيخدموها. لكن المرأة في الغرب زي الوردة اللي كل الناس بتشمها شوية وترميها بعد كده وتدوس عليها. فطبعا احنا نفتخر، المرأة تفتخر بالحجاب، وما نعتبرش ان الحجاب هي مرحلة يعتبر الايه زي الرهبنة، انها تدين، ان الواحد لما يلبس الحجاب هو تدين. لا، ده الزي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للمرأة، سواء بتمارس الطقوس او ما بتمارسش الطقوس. دي البداية، ده اللي بيحميها وبيحمي المجتمع من مفاتنها، وبيحمي الناس من انها تؤذي بعض، او يعني حتى ابسط الاشياء. ان يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم انها تدنو من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين. يعني شوفوا هنا الجمال، انها ما تتأذيش من البشر اللي حواليها. طبعا في ناس كتيرة جدا بتقول ان الحجاب مش فرض، لانها مش بالشيء. الآية في سورة النور ما بتدلش على انها فرض. لا، ده لو احنا بصينا كده في سورة النور هنلاقي بدايتها ايه؟ سورة انزلناها. خلي بالكم يعني ايه سورة؟ يعني كل الآيات اللي في سورة النور هنقولها اهي: سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات. يبقى كل اللي موجود في السورة، كل الآيات دي فرض من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن مش بقى إن الحجاب مش فرض، لا، فرض من الله سبحانه وتعالى، وده توضيح من الله سبحانه وتعالى في بداية سورة النور. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن هنا المرأة مكرمة من الله سبحانه وتعالى بالحجاب. ليه؟ لأنها كمان زي ما ليها حقوق، عليها حقوق للمجتمع، أنها تحمي المجتمع من مفاتنها ومن فتنتها. طيب، ليها حقوق. هنتكلم دلوقتي حقوق المرأة، سواء كانت زوجة أو أم أو ابنة أو خالة أو
بكل المراحل اللي بتمر بيها المرأة، مع ضيفنا الكريم العزيز دكتور صفوت حجازي هيكلمنا عن حقوق المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الناس اللي بيحكوا قصة عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ويقول لو أن البيوت تقوم على الحب ما قام للناس بيتا، الكلام ده لم يقله سيدنا عمر، وكلام غير صحيح إطلاقا، بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه تعلم من النبي وتربى على إيد النبي إزاي يحب زوجته وإزاي يتعامل مع زوجته. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين، بعد موت النبي يجي واحد يخبط على الباب فيسمع زوجة عمر بتزعق لعمر، فيجي ماشي، فسيدنا عمر يفتح الباب: يا أخ الإسلام، فيما قدومك وفيما ذهابك؟ تعالى. قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشتكي إليك صوت زوجتي فوجدتك تعاني وتشكو مما أشكو أنا منه فانصرفت. فقال: تعالى أحكي لك القصة. كنا زمان النبي. شوف سيدنا عمر بقى، زوجته بتزعق وبترفع صوتها وهو ساكت، عشان سيدنا عمر اتعلم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يقول لهذا الرجل: كنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقضيت أمرا فراجعتني زوجتي راجعتني، عملت حاجة فزوجتي بتراجعني وبتقول لي: لا، اللي انت عملته ده غلط وما يصحش تعمل الكلام ده. فرفعت يدي وعنفتها وقلت لها: أتراجعينني يا لكعاء؟ انت مالكيش قيمة، انت ازاي تتني كلمة ورايا؟ عمل بقى السبع رجالة وازاي ومالكيش رأي ومالكيش كلمة زي ما كتير مننا بيعمل. فقالت له: وما لي لا أراجعك وابنتك حفصة تراجع رسول الله زوجها، أنا ما راجعكش ليه؟ إذا كانت حفصة بنتك بتراجع زوجها رسول الله، لست بأقل من حفصة ولست بأعظم من رسول الله. أنا بعمل زي بنتك حفصة بتراجع النبي، أنا مش أقل من حفصة وأنت مش أعظم من النبي. فقلت لها: انتظري، ما تقولين؟ قالت: والله إن ابنتك لا تراجع رسول الله. أيوة، أنا مش مصدق، بنتك بتراجع النبي. فأخذت عباءتي أجرها وأسرعت إلى حفصة: يا حفصة، أتراجعين رسول الله؟ أنت بتتناقشي مع النبي؟ قالت: نعم، أناقشه وأراجعه. قال: أو يسمح لك أو يأذن لك؟ قالت: نعم. قال: أو يسمع؟ قال: نعم. قالت: نعم، أيوة بيسمع. قال سيدنا عمر: أو يأخذ برأيكن؟ بيأخذ برأيك؟ قالت: إن وجده صواب أخذ به، وإن لم يجده صواب رده ردا جميلا. الله أكبر. سيدنا عمر يقول إيه؟ يا حفصة، لا تكثري على رسول الله، فوالله ما أراه يفعل معك هذا إلا لمكانتي عنده. خلي بالك يا حفصة، اوعي تكتري على النبي، ده هو بيسكت لك ويسيبك وبياخد رأيك علشان خاطري، علشان مكانتي أنا عنده. قالت: لا والله يا أبي، إن رسول الله يفعل وكل هذا، إن رسول الله يفعل هذا مع كل نسائه. أخبر أبيض، معقولة؟ مش عشان خاطر أنا بس وحفصة؟ قالت: لا، كل النساء، 9 نساء النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع رأيهم وبيسمع كويس قوي، وإذا لقى خير رده ردا جميلا، وإذا عجبه الرأي بياخد بيه. يقول سيدنا عمر: فانقلبت إلى أم سلمة، ما رحتش لعائشة، لأن عائشة برضو ممكن يكون عامل خاطر لأبو بكر. ما رحتش لزينب بنت جحش، دي بنت عمته. ما رحتش لميمونة، دي قريبة عمه العباس. فانقلبت إلى أم سلمة، ما فيش قرابة بينها وبين النبي. فقلت: يا أم سلمة، أو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم منكن الرأي والمشورة؟ النبي بيسمع منكم الرأي والمشورة؟ قالت: نعم يا عمر. قلت: أو يأخذ برأيكن؟ قالت: نعم، إن وجده صوابا أخذ به، وإلا رده ردا جميلا. فهكذا تعلمنا يا أخ الإسلام
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بيحكي للأعرابي اللي جاله، بيقول له اتعلمنا بقى ان الزوجة دي ما هياش كنبة، ما هياش كرسي، ما هياش حتة موبيليا موجودة في البيت، ما هياش حاجة حلوة حضرتك بتستمتع بيها، ما هياش خدامة بتغسل لك وتطبخ لك وخلاص وفي آخر الليل مرمية في أي حتة. لا، زوجتك شخص محترم ليه رأيه وليه كيانه، بس برضو الزوجة تتعلم انها ما بترفعش صوتها على صوت زوجها، تتعلم انها بتقول الرأي، وجوزها خد بيه خلاص خير وبركة، ما خدش بيه خلاص خير وبركة. ما تجيش الزوجة بعد ما قالت رأيها وزوجها ما خدش بيه وعمل بالرأي التاني تقول له شفت مش قلت لك لو كنت خدت برأيي كنت عملت. لا، ده كده كانت زوجات النبي بتتعامل مع النبي، وكده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معاهم. ده الاحترام والتوقير والتبجيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجة. الزوجة في البيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ما كانش يا جماعة بياخد رأي زوجاته كده في حاجات تافهة، ده بياخد رأي زوجاته ويسمع كلامهم لو لقاه صائب. قضية ان هو ماشي ورا زوجته وماشي، لا، الكلام ده غلط. احنا مش جبهتين متضادتين واحد بيحارب التاني، لا، ده احنا بنتكامل، الزوج والزوجة بيتكاملوا. محمد حبيب الله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية خارج رايح للعمرة، وتمنعه قريش عند الحديبية، ويتم صلح الحديبية، ويعقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصلا رايحين يعملوا عمرة ومحرمين، وكان من شروط صلح الحديبية إن المسلمين يرجعوا السنة دي من غير عمرة، والسنة الجاية ييجوا محرمين يعملوا عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة زعلانين جدا إن هم راجعين من غير ما يعملوا عمرة، وكان معاهم الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف بين الصحابة ويقول لهم: أيها الناس، إن الله قد أمضى لكم عمرتكم، ربنا عز وجل كتبها لكم عمرة وخدتوا الأجر والثواب، قوموا فاحلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، خلاص دي كتبت لكم عمرة، احلقوا بقى وانحروا الهدي. فلا يسمع أحد كلام النبي، ما حد سمع كلام النبي. النبي زعل وغضب ودخل خيمته، كان معاه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة شايفة النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، من أغضبك يا رسول الله؟ أغضبه الله. يقول لها: لا تدعي على أصحابي يا أم سلمة، لا ما تدعيش على أصحابي، هم اللي أغضبوني بس ما تدعيش عليهم. ما الأمر يا رسول الله؟ آمرهم بالأمر فلا يأتمروا، قلت لهم كذا والعمرة كتبت لكم واحلقوا واذبحوا، ما حد سمع الكلام. قالت: يا رسول الله أشير عليك؟ قال: أشيري يا أم سلمة. قالت: يا رسول الله أخرج من خيمتك هذه وخذ سكينك ولا تكلم أحدا منهم، واعمد إلى هديك فانحره، واعمد إلى رأسك فأعطيها إلى رجل يطيعك فأعطيها له يحلقها، ولا تكلم أحد منهم، وانظر ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم فكر كده وقال: الرأي ما طرينا يا أم سلمة، ده الكلام ده الرأي بتاعك ده ممتاز يا أم سلمة. ما تكسفش النبي إن احنا لغاية دلوقتي نعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع كلام نساء وبياخد برأي أم سلمة في أمر من أمور الدولة، ما هوش طبيخ ولا كلام من ده في أمر عظيم جدا. يعمد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام أم سلمة، يخرج يمسك الهدي بتاعه يجي ذبحه ويجي مد راسه لعلي بن أبي طالب، علي يحلق، النبي يقول له: احلق يا علي، علي يحلق للنبي. فينظر النبي فيجد كل الصحابة قاموا، كل واحد بيذبح وكل واحد ماسك راس التاني بيحلق للتاني. الزوجة والمرأة لها مكانتها ولها رأيها ولها احترامها ولها وقرها ولها شخصيتها المستقلة. المهم جدا ان احنا نعطيها لها هذا الحق، ونعطي لها هذا الحق، ونعطي لها هذه المكانة. النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عمره ما شتم امرأة من نسائه، عمره ما ضرب امرأة من نسائه، أبدا عمره ما غضب واحدة من نسائه، عمره ما شخط في واحدة من نسائه. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية في حياته، آخر كلمة قالها وهو بيموت، بعدها مباشرة آخر حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم
استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أسارى النساء دول أسرى عندكم، أخذتوهم بكتاب الله وملكتوهم بكتاب الله فعاملوهم بكتاب الله. ده مكانة الزوجة ورأيها وشخصيتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حبوا يعرفوا حاجة ويستشيروا حد، أول ناس يستشيروهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عارفين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته، وما كانش بيخلي واحدة منهم ملهاش شخصية ملهاش مكانة أبدا. دي احترام النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ومكانة الزوجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم نلتقي مع محمد عظيم الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد حبيب الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله.